أكيد كلنا فاكرين الطبق اللي كان مدوخنا وراه واحنا صغيرين ولففنا وراه الشارع كله، طول الشهر مقضيها زيارات رايح جاي من بيت للتاني. أكيد كلكم جمعتوا أنا بتكلم عن إيه؟ قمر الدين. فيلا بينا صلوا على النبي وتعالوا نشوف حكايته إيه. الأصل بتاع قمر الدين بيرجع لبلاد الشام وخصوصا حوالين دمشق، المنطقة اللي كانت مشهورة بأجود أنواع المشمش في العالم العربي. زمان ما كانش فيه لا ثلاجات ولا وسائل حفظ حديثة، فكان الناس محتاجة طريقة تخزن بيها فاكهة الصيف. فابتكروا فكرة عبقرية، يتعصر المشمش ويتفرد لطبقة رقيقة جدا تحت الشمس لحد ما ينشف ويبقى شبه الجلد الطري، ويتلف ويتخزن لشهور طويلة. الرقائق ديت اتسمت قمر الدين. في رواية بتقول إن الاسم جاي من تاجر شامي اسمه قمر الدين، واللي كان بيتاجر فيه ويبيعه في موسم ظهوره. أما الرواية التانية بتقول إن لون البرتقال المنور كان شبه القمر، وعلشان كده خد الاسم ده. لكن الحكاية ما وقفتش هنا، ومع الوقت الناس بدأوا يطوروا في استخدامه. مش بس يتنقع ويتشرب، لا، بقى يتحشي مكسرات ويتعمل منه مهلبية بقمر الدين، ويتقطع مكعبات ويتزين علشان يتحول لحلو رمضاني أساسي على السفرة. وفي القاهرة وفي العصور الإسلامية اللي كان فيها اهتمام كبير بالحلويات الرمضانية، انتشر قمر الدين كطبق حلو يتقدم بعد الفطار.